السلام عليكم والعفو على التأخير. بس بوضح لك احنا يعني في صنعاء، لأنه بعنا المجلس حقنا من صاحب البيت عمد نجي نفسر لنا بيت في صنعاء، وإنهن غاليات ويشتوا مقدم ويشتوا ضمانة تجارية، وعد عفشنا في الحديدة. يعني احنا بعنا المجلس حقنا من صاحب البيت الذي في الحديدة، وعفشنا عاد هو في الحديدة، واحنا نومي ذا الحين في فندق. كمان معي يومي تعبك قوي. عاد احنا ذا عندنا من المستشفى، وانا والكل تعب وواحمة، وكودنا سير جاي ندور لنا على بيت كلهم يشتوا ضمان تجاري ويشتوا مقدم حق 3 أشهر، واحنا ما عبش معانا حق 3 أشهر. وما دامني حامل بولده لا تكفل ولا ادانا فقه ولا حاجة، قد تدخل الخامس ولا بسرت منه حاجة. شردنا وخرجنا من بلادنا وادانا الحديد ودهور بنا، والأخير فلت لنا واحنا مكالف، لا معانا لا رجال، لا أب لا أخ لا صديق لا قريب إلا الله، ومشردت الحين في الفنادق ما باليد حيلة. قلت لك أنا قد رفعت عليه شكوى في قسم الحمدي وقسم 7 يوليو، وقد حجزوا باصة في قسم 7 يوليو، جلس باصة يمكن محجوز 7 أيام، وهو قد كان هارب ما رضيش يظهر. وذا الحين حين صاحب البيت رجع يشي خرجنا من البيت، لأنه متفق مع غالب هو صاحبه مستأجر عنده. رجع يشي خرجنا من البيت، رجعت قدمت شكوى مرة ثانية لقسم 7 يوليو، ودوروا على وانه هارب، وذا الحين بيدوروا على وهو هارب. لا رضي يظهر ولا رضي يتكفل ما دامني حامل بابنه، ولا رضي يفعل حاجة. هو ادانا للحديدة، ليش ما يردنا بلادنا؟ خلاص اتطلقت وانا واحمة بابنه، يرجعنا بلادنا ما دامني واحمة بابنه. البيوت هنا يشتغل مقدم 3 أشهر، ما عبش معانا احنا حق 3 أشهر. أمي مريضة كودنا في المستشفى وكودنا زيرو وجاية، والدلالين يشتوا حق قات ويشتوا حق مدري ويش، وخسارة اليوم الخسار، واحنا ما معنا 150 قد طيحناها، وحالتنا يرثالها إن أمي مريضة وإننا واحم وتاعب، وحالتنا حالة وما يعلم بحالتنا إلا الله. قد حكموا عليه قسم 7 يوليو إنه هو يدي نفقتي كل شهر 30، ويدي اللهم صل على محمد حق النقل لصنعاء، حق نقل عفشانة، ويدي لنا إيجار مقدم حق بيت في صنعاء. وهو قال طيب، واستدعوا له عنده وما عجش وهرب، ومنها هارب. شوف، وعد معي الفيديوهات يوم عقدنا حق العقد، كنت أصورهم وش مداريين. ولما كنا نعقد شافني القاضي اللي قد كان يعقد لنا وأنا بين أبكي، رجع يسألني كان يقول لي معلش، وبعدين حكيت له. المهم ورجع قال لي خلاص، وهذا ما قد كنت ساطي أبين الغالب. قال لي خلاص رجعت تواصلي بي وهذا، ولما تواصلت بي طلعوا أصحاب. والفيديو عندي وأنا بين حاكي الأستاذ شايف هذا الذي عقد لنا، يعني كل شيء صورت يوم عقدنا، وصورت يوم الطلاق، كل شيء بإثباتات يا أخي. صورت أنا كل شيء، صورت من البداية للنهاية. أنا لجأت لك أنه تنشر قصتي، لأنه شوف ما اللهم صل على محمد، لأنه ما قطعش مع أهل الحكومة، ولا قطع معها قسم، ولا قطع معها حاجة. هارب من الحكومة، هارب من كل شيء. ما عيديه وما عيخليه يتكفل برجعتنا لا صنعاء إلا عمله، وهو عمله إنه الفيسبوك. إذا أنت نشرت الفيديو يعني بقصتي، كأني أنا طلبت منك تنشره، إذا هو عفتجع على عمله، لأنه إحنا عم نشره في الفيسبوك، عفتجع على عمله وعايزي وعيدتي حاجاتي كلها. لأنه يا أخي والله نحنا تعبنا وتبهذلنا أنا وأمي، تبهذلنا من فندق لفندق، الفنادق غالي، وكل يوم إيجار فندق 5000، وعلاجات لأمي وعلاجات لي أنا وأحمه، حالتنا حالة ما يعلم بها إلا الله. وداحين ندور بيت ما لقينا، ليه احنا عنجز في فندق ما عبش معانا زلط، كملت زلطنا ما بننجز في الشارع. يعني لا عاد معانا لا رجع لا الحديدة عند عفشنة، ولا معانا مسكن في صنعاء ولا حاجة. ما عاد معانا ذحين لله ثم أنت. أنت داري إنه حتى في العقد حين هو ما بش معي أب الله يرحمه، أبي وأخي الله يرحمه، إنه حتى في العقد إنه مسكنا باليد اللي توجعنا، وخلاه صاحبها المصور، لأن أنت تعرف السطامة الدوح، خلاه هو الذي يتوكل بالعقد حقي، يسعى إنه هو ولي أمري، وكله بالعقد حقي هو، وعقد لنا سطام الدوح، يعني إني وكلته يسعى يعقد.